أسعد الله مساءكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع الأمم المتحدة. إجراء جراحة زرقاء العين في المستشفى المرجعي بالإقليم الجنوبي. منتخب إريتريا للدراجات يتميز في طواف رواندا. دعم واسع من مجموعة العشرين لحل الدولتين. واشنطن تعلن فرض عقوبات على أكثر من 500 كيان مرتبط بموسكو. وأول هبوط على القمر منذ أكثر من 50 عاما. أهلا بكم. ألقى وفد إريتريا كلمة تبين موقف إريتريا في اجتماع اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة الذي التأم في 20 من فبراير في مدينة نيويورك. وأكد وفد إريتريا في كلمته على أهمية عمل اللجنة الخاصة لتعزيز ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن دور المنظمة، موضحا بوجوب تجديد التزاماتنا بإقامة نظام عالمي عادل ومنصف وسلمي مع مؤسسات دولية تلبي التطلعات إلى عصر جديد من الشراكة الحقيقية والرخاء المشترك، وهذا لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا من خلال ضمان الامتثال والالتزام الصارم بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وذكر الوفد أن من المؤسف مشاهدة بعض الدول اتباع النهج أحادي في انتهاك للمبادئ العامة للقانون الدولي، والذي يتجلى في التدابير القسرية الإنفرادية بتطبيق العقوبات من جانب واحد من قبل الدول أو المنظمات الإقليمية ضد الدول غير الأعضاء بحجة التهديدات للسلام والأمن، وكذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ويعاني منها ثلث سكان العالم، مشيرا إلى أن تصرفات هذه القلة القليلة هي من تعرض السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان للخطر، وكذلك حقوق المجتمع العالمي والركائز الأساسية للأمم المتحدة. وحول التسوية السلمية للنزاعات والمنازعات، أعرب الوفد عن الأسف للموقف غير البناء من جانب بعض الوفود من خلال تسييس عمل اللجنة الخاصة، مؤكدا بأن إريتريا تؤمن بأهمية منح الاهتمام الجاد للمقترحات التي قدمتها عدة وفود بما في ذلك المقترحات الجديدة. تم إجراء عملية جراحية مجانية للملاح البيضاء ل 420 مواطنا خلال الفترة من 15 إلى 22 من فبراير في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي بالتعاون مع أطباء البصر. وقال طبيب العيون الدكتور بسرات والدقرقيس لوكالة الأنباء الإريترية إن 420 مواطنا من أصل 1500 مواطن تم فحصهم خضعوا لعملية جراحية ناجحة، وتم إعطاء الباقي أدوية ونظارات. قال السيد ألم زكرياس رئيس قسم مكافحة العمى بوزارة الصحة إن إعتام عدسة العين هو أحد الأسباب الرئيسية للعمى. يتم إجراء العمليات الجراحية في 6 أقاليم البلاد من وقت لآخر. وأضاف أن ما يميز هذه الحملة بالتعاون مع مجموعة البصر هو أنها تستوعب عددا كبيرا من الأشخاص في نفس الوقت. وقال إن أمراض العيون تحدث لأسباب مختلفة، وحث المجتمع على التوعية واليقظة للسيطرة على أمراض العيون الناجمة عن قلة النظافة. وأعرب الدكتور محمد عبد الله السوري عضو فريق أطباء البصر الذين شاركوا في العملية، أعرب عن سعادته بتمكنه من إعادة العديد من المرضى الرؤية مرة أخرى من خلال خدماته في إريتريا، مشيدا بتعاون الخبراء الإريتريين. وأعرب الحاصلون على الخدمات الطبية المتمثلة في جراحة زرقة العين عن امتنانهم لاستعادة بصرهم بنجاح. كما نجح فريق أطباء البصر في إجراء عمليات جراحية ل 445 مواطنا في دك أمحر العام الماضي. نظمت دورة تدريبية لتعزيز قدرات أعضاء مكتب الإنتربول في أسمرة في الفترة من 19 وحتى 23 من فبراير.
أشرف على التدريب الذي تضمن سبل منع الجرائم عبر الحدود وكيفية التعاون مع الدول الأعضاء عند حدوث جرائم منسق دائرة أفريقيا في الانتربول السيد إيمانويل سام، وخبير تكنولوجيا المعلومات في مكتب شرق أفريقيا الإقليمي وكينيا السيد تشارلز نوغوري. وقال القائم بأعمال رئيس مكتب الانتربول في أسمرا السيد باولو السحيم إن التدريب شمل أيضا كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات والتطبيقات التي يستخدمها الانتربول. وأكد المدربون على رضاهم من الاهتمام الذي وجدوه من المتدربين، وأعربوا عن أملهم في الاستمرار على نطاق أوسع وأفضل في المستقبل. وقال قائد الشرطة الإريترية العقيد محال سجاي إن التدريب سيلعب دورا هاما في مكافحة الجرائم عبر الحدود وإجراء أنشطة شرطية تتسم بالكفاءة والفعالية مع الدول الأعضاء. قام المشاركون الإريتريون والأجانب في المنتدى الوطني لتنمية الألبان ومشتقاته بزيارة المؤسسات الناشطة في تنمية الألبان ومشتقاته في مديرية الدبار وفي الإقليم الجنوبي اليوم 23 من فبراير. وزار المشاركون المعهد الوطني للبحوث الزراعية في حلحلة وأنشطة تربية لأبقار الألبان في قريتي عد قدا وعد نخعو ومؤسسة أزيب لإنتاج الألبان ومشتقاته، حيث تم اطلاعهم على الأعمال الجارية والأنشطة البحثية في مجال تصنيع الأعلاف الحيوانية وغيرها. وأوضح المزارعون والزوار لوكالة إرنا التقدم المحرز في هذا المجال، وحثوا على بذل المزيد من الجهود لضمان وتوسيع إمدادات الحليب ومنتجاته الكافية والعادلة والآمنة. انعقد المنتدى الوطني الأول لتنمية الألبان ومشتقاته في أسمر يومي 21 و22 من فبراير الجاري. يقوم سكان ضاحية فانكو في مديرية تسنين بأنشطة واسعة لحماية التربة والمياه. وأوضح ممثل الزراعة في الضاحية السيد محمد علي داود أن الحملة التي تجري مرتين أسبوعيا تهدف بشكل أساسي على إصلاح مساقط المياه وتحقيق الاستقرار البيئي وإثراء التنوع الإحيائي وزيادة الإنتاج الزراعي. وأضاف أن النتائج الجيدة من أنشطة إصلاح مساقط المياه التي جرت في السنوات الماضية على أعلى سد فانكو راوي شجعته على تنفيذ برامج مماثلة. وأوضح مدير ضاحية فانكو السيد إبراهيم حاج وجود برنامج التشجير في موسم الخريف بعد اكتمال أعمال بناء المدرجات، وتنفذ أعمال استئصال أشجار المسكيت التي انتشرت في الأراضي الزراعية بتضافر جهود الشعب والجيش. وأعرب المشاركون في النفير عن استعدادهم لتنفيذ أعمال حماية المياه والتربة لأهميته في الاستقرار البيئي. أفاد الاجتماع التقييمي التعليمي في مديرية الدخالات تحقيق نتائج مرضية من جهود رفع كفاءة الطلاب. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ تسفاي سبهة في التقرير الذي قدمه بأن نسبة النجاح في النصف الأول من العام الدراسي بلغت 94% بالمرحلة الابتدائية، و83% في المرحلة المتوسطة، و84% في المدارس الثانوية. وكذا انخفاض مقاطعة التعليم بنسبة 6%. وذكر مسؤول الرياضة والصحة في مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ حبتزجي أن المدرسين يلعبون دورا رائدا في تحسين كفاءة الطلاب بالرغم من أن جهد واهتمام الطلاب أساسي. ودعا المشاركون إلى تسليم اللوازم التعليمية في الوقت المناسب والاهتمام بالكتب القديمة وحل نقص الأثاثات المدرسية والعمل الجاد لتحسين العلاقات بين الطالب والمعلم وتعزيز أساليب تحسين أداء الطلاب. من ناحية أخرى نظمت دورة تدريبية في الإدارة المالية وإدارة الممتلكات لأكثر من 90 معلما ومدير مدرسة ومسؤولا ماليا من جميع المدارس في مديرية الدخالة. تضمن التدريب التخطيط وأهميته وإدارة المدرسة واستخدام أموال المدرسة وممتلكاتها. وفي الختام حث المدير التنفيذي في إدارة المديرية السيد تسفاي أبرهة المعلمين حثهم على المشاركة في المبادرات الرامية إلى تعزيز جودة التعليم ودفع جهود المجتمع لسد النواقص.
خبر رياضي: صعد المنتخب الإرتري للدراجات 5 مراكز اليوم ليحتل المركز الأول في المرحلة السادسة من طواف رواندا التي بلغ طولها 93.3 كيلومتر. واحتل الإرتري نهوم زرآي المركز الرابع بفارق 5 ثواني فقط عن الفائز الإنجليزي جوزيف بلاكمور، بينما احتل داويت يماني عضو فريق بايك إيد الألماني المركز السادس بفارق 40 ثانية. وحل الأولمبي مرهاو قدوس في المركز ال11 بفارق 53 ثانية، في حين احتل أخليل أرفعين الذي دخل المرحلة مرتديا 3 قمصان شرف المركز الثالث عشر بفارق 57 ثانية. لقد تمكن منتخب إريتريا من تسجيل زمني ممتاز في هذه المرحلة ليحرز المركز الأول في الوقت التراكمي والصعود إلى منصة التتويج بمرتبة الشرف. واستطاع المنتخب الإريتري من تضييق فجوة ال5 دقائق في المراحل السابقة ليتقدم 5 مراكز إلى صدارة الترتيب. واحتل نادي برايم تيك الإسرائيلي المركز الثاني بفارق 2.7 عن المنتخب الإريتري، فيما احتل نادي بولتي كوميتا الإيطالي المركز الثالث بفارق 2.40 ثانية. قد فاز عضو فريق بيك أيد داويت يماني بجائزة قميص أفضل متسابق أفريقي في هذه المرحلة، بينما احتفظ عضو المنتخب الإريتري أخليل أرفعين بجائزتي أفضل متسابق أفريقي شاب وقميص أفضل متسابق أفريقي. وسع الدراج الإريتري أخليل المرحلة الزمن بينه وبين دراج النادي لوتو البلجيكي في هذه المرحلة من 29 ثانية إلى 8 دقائق تقريبا. ويحتل عضو المنتخب الوطني يافيت مولجيتا المركز الثالث في هذه الفئة. وفي السباق على القميص الأصفر تقدم داويت يماني 5 مراكز ليحتل المركز العاشر بفارق 2.21 ثانية على المتصدر جوزيف بلاكمور، فيما يحتل أخليل المركز ال11 بفارق 2.27 ثانية. وقد خرج الدراج الإريتري يوئيل هبتاب من الطواف لتأخره الدخول في الزمن المحدد بسبب مصاعب فنية، حيث كان محرزا قميصان في الطواف. هذا وتستمر المرحلة السابعة من طواف رواندا يوم غد بمسافة طولها 158 كيلومترا، ويختتم الطواف المرحلة الثامنة في كيغالي يوم السبت. مشاهدينا، كنا نتابع الأنباء على الصعيد المحلي وفاصل قصير ومن ثم نأتيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا وجود دعم واسع بين أعضاء مجموعة ال20 لتطبيق مبدأ حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال فييرا للصحفيين في اختتام اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ريو دي جانيرو إن هناك إجماعا فعليا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين. وأوضح مصدر في الخارجية البرازيلية أن السبب الوحيد الذي جعل فييرا لا يقول ببساطة أن هناك إجماعا هو عدم تطرق جميع الوزراء لهذه القضية. وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حث فييرا على استخدام بيانه الختامي في الاجتماع ليشرح للعالم أن الجميع في مجموعة ال20 يؤيد حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط بها. وقالت المتحدثة باسم الوزارة إنها ستكون أكبر حزمة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن العقوبات ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية. وكان البيت الأبيض قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيتم الإعلان عن عقوبات كبيرة ضد روسيا، وذلك ردا على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، وكذلك مع حلول ذكرى مرور عامين على الحرب في أوكرانيا. وكانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية قد أعلنت قبل أيام وفاة نافالني بعد تعرضه لوعكة صحية
مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة. مشاهدينا، قبل ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. وفد إرتريا يلقي كلمة في اجتماع الأمم المتحدة. إجراء جراحة زرقة العين في المستشفى المرجعي بالإقليم الجنوبي. منتخب إرتريا للدراجات يتميز في طواف رواندا. دعم واسع من مجموعة ال20 لحل الدولتين. واشنطن تعلن فرض عقوبات على أكثر من 500 كيان مرتبط بموسكو. وأول هبوط على القمر منذ أكثر من 50 عاما. انتهت النشرة، إلى اللقاء.